أبو القاسم الزهراوي. أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي هو أحد أعظم الجراحين والأطباء العرب والمسلمين الذين عاشوا في الأندلس، والذي يلقب بأبي الجراحة الحديثة، حيث إن له العديد من الإنجازات والابتكارات في المجالات الطبية والعلمية التي ساهمت في نهضة العالم، وبقي أثرها حتى يومنا هذا. كما أنه كتب العديد من الكتب، أهمها كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف، وهو الكتاب الذي يتكون من 30 مجلداً ويعتبر موسوعة طبية بحد ذاتها، وبعض اختراعاته ما زالت مستخدمة حتى يومنا هذا. سيرة أبي القاسم الزهراوي. ولد الزهراوي في مدينة الزهراء، ويعتقد بأن أصوله ترجع إلى الأنصار، وقد عاش في مدينة قرطبة، وفيها درس ومارس الطب والجراحة، وقد تمت الإشارة إلى اسمه في كتابات ابن حزم الذي صنفه على أنه واحد من أعظم أطباء الأندلس. وقد قام الحميدي بكتابة سيرة الزهراوي في كتابه جذوة المقتبس في ذكر علماء الأندلس. أعمال أبي القاسم الزهراوي: عمل على علاج الأمراض من خلال تقنية الكي. اخترع العديد من الأدوات الجراحية، منها ما كان يساعده في علاج الأذن أو الحلق. شرح الحمل المنتبذ، وهو الحمل خارج الرحم، وذلك في عام 963 مترا. تحدث عن الأنواع المختلفة لأنابيب البذل، وهو أول عالم يقوم بذلك. ابتكر طريقة لعلاج الثؤلول من خلال استخدام أنبوب حديدي ومادة كاوية. استخدم خطافات مزدوجة في العمليات الجراحية، وقد كان أول طبيب يقدم على هذه الخطوة. توصل إلى طريقة ناجحة لإيقاف النزيف، وذلك عن طريق ربط الشرايين الكبيرة، وهو أول من قام بهذه العملية، ويكون بذلك قد سبق باري بحوالي 600 عام. وصف الزهراوي كلا من الحقنة العادية، والحقنة الشرجية، والملاعق الخاصة لخفض اللسان، وفحص الفم، ومقصلة اللوزتين. ابتكر عملية القسطرة، ووصفها، كما أنه ابتكر الأدوات الخاصة بها، وقد أجرى العديد من العمليات الصعبة في مجال شق القصبة الهوائية، ويشار إلى إحجام العديد من الأطباء من قبله على عملها أمثال ابن سينا والرازي، وذلك نظراً لخطورتها. اخترع آلة دقيقة جداً تهدف إلى علاج انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة، الأمر الذي ساهم في تسهيل مرور البول. صنع الخيطان الخاصة بعملية الجراحة، قد واستخدمها في إجراء جراحة الأمعاء، حيث صنعها من أمعاء القطط. استعمل قوالب خاصة بهدف صناعة الأقراص الدوائية، وقد كان أول طبيب يقوم بذلك. شرح الكيفية التي تتم فيها عملية قلع الأسنان بلطف، كما أنه شرح أسباب كسور الفك خلال عملية القلع. اخترع آلة خاصة تهدف إلى استخراج الجنين الميت، كما أنه أول طبيب يستخدم آلات خاصة تهدف إلى توسيع عنق الرحم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.